عم نتعرف عليهم بشكل بسيط. بعدين شريكة حياتك انت عم تتعرف عليها، بلشتوا عم تقعدوا تتعرفوا مثلا على بعضكم، لازم يصير في هيدا التواصل. ساعة ونص الحلقة ده يوجوال، او العكس، لا انتوا تبلشوا بتخليك تقرب تكسروا المسافات وتكسروا الجليد، يعني تقربوا المسافات. اساس العلاقة to be honest and communication. الصراحة كمان الصراحة والكوميونيكيشن هدول اساس العلاقة، لازم يكونوا متوازنين. اذا ما في شيء هيك ما حتكون علاقة جدية، ما حتكون علاقة. ما حدا قال اساس العلاقة الدين، ما حدا قال. ان شاء الله. لكن البداية منيحة، فيها امل، فيها حماس، ان شاء الله فيها هيك قصص حلوة. إذا الوحدة بتدين يعني بتخاف ربها، نفس الشيء إذا واحد متدين يعني بخاف ربه، يعني ابن حلال، يعني دن خلص. كل شيء ثاني ثانوي. لا شوي اخذ فكرة عنكم. أنا من 5 سنين انتقلت للرياض، عشت لحالي، اشتغلت موديلينج أكثر. Of course modeling. What else مشتركين اسمي ونصيب بيشتغلوا؟ بعمل حساب شركات وحساب التواصل الاجتماعي عندي. عايش لحالي وبس. عشان هيك الماما ملاك ما عم تشوفها كثير. نفس الشيء برضه، انتقلت من 5 سنين القاهرة وهي عايشة في اسكندرية. اوكي، يعني كمان عايش وحدك. شو بتشتغل؟ شغال بالعقارات، نفس الشيء. بالعقار؟ بشتغل بالعقار؟ نو. تصوير موديلينج وعقارات. موديلينج بابا، حدا يقول موديلينج خلص باي ديفولت موديلينج يعني بعمل اشعارات هيك كل وموديلينج، وبشتغل يعني مدير مقهى، ومستقل يعني بعيش واحد لحالي. هذا موديل كمان هلا 3 من اصل 4 موديلز. ظهرت في ماتر ومستقل في تونس. كمان عايش لتونس. كلهم عايشين لحق ولا واحد بعيش مع اهله. وعايش 5 سنين 6 سنين عايش بفرنسا. عملت ليسانس طب نفسي، وهلا عم بعمل ماستر كوميونيكيشن، وعم بشتغل. ايوه وليد سوري. امورها بالجزائر. نعم، لكن معودين هيك. في اكشن حلو حنشوف. ايه بس هلا الظروف عكس، يعني هلا رح تقعدوا كثير مع اولادكم، هل رح تتحملوا بعضكم؟ يعني قبل ما نتحمل الصبايا مين كلهم موديلز ولا لا؟ يعني انتم كمان رح تتحملوا كلهم موديلز. مين عم بقول في حدا مش؟ الحمد لله في حدا مش موديل، كلهم موديل، كلهم قالوا موديل. يلي ما ذكر هون ذكرها بالاول. راسكم اللي بيتصرف من راسه مش ضروري يعني في يكون احسن من اللي عايش مع اهله. اذا مش موديل ما فيهم يشتركوا، بس ممنوع. من الحريه يعني على ابسط الامور، يمكن على موعد الاكل، على شو بياكل، على اي ساعه بينام، على كيف بزت اغراضه. هلا صرنا اكيد ما يتحمل. بس انا اذا امي حدي هيك يعني ما حياخذ راحتي بالبرنامج. على طول. اصلا لما تكون هنشوف رح يعملوا. رح تكون مرتب ومسؤول اكثر. يو الحمد لله. كيف اكيد رح لا اكيد حاطط الرابط بالبايو او احضروا يوتيوب اللي بدكم. كثير مرتبين وعشنا وشفنا. عم بكتب ملاحظات اساميهم كل حدا من اي بلد. على حاله يعني. بس يصير شيء مهم بدي احط هلا شو صار؟ شغله كمان الفيديوهات نزل بعدين. بتعرفوها ما بتعرفوها ما بعرف. نبي نشوف الرابط رح ندي بالبايو. هتستقلوا ببيت لوحدكم. نومي هون ما في. ايه يا اسماعيل اكيد من شرط الاساسي. بدنا نهدى شوي. هنهدى كثير. اوكي ما في مشكله. ليش ما موقفينهم برا بالشمس؟ ليش قاعدينهم جوا؟ هلا هيدا البيت غراض مفركشه مش مفركشه، مين رح يحس بكون؟ مامي. مين؟ لا حبيبي انا. ريتا. حتورينك؟ اكيد. شو بتكون بعزله يعني؟ اكيد لا ما تنسوا موجوده العصافير دائما. يعني. والعصافير. ايه وعصافيري يا ويلك. وهي العصافير يعني بتطير بالنهار ولا بالليل كمان؟ ولا في كل الوقت 24 ساعة؟ كل الوقت موجودين عصافير، اوقات بتشوفوهم واوقات ما بتشوفوهم، وهون الاخطر. تا حاجة كثير. هلا انتم اخدينا هيك كول وعادي، بس ما شفتوا الوجه الثاني. لنشوف. اللي خفافيش. انظر الى هذا الوجه البريء.
مش بريء؟ خلينا بريء. يعني لحاول ما انتقد الامهات، بس اذا في وحده يعني زودتها بالنهايه هي بشر، يعني العمر بس في وش Just a number. كثير بريء، بس لما بتعرف الحقيقه تبع الوجه مو حقيقه يعني في وجه ثاني مثلا هو هيدا الوجه بضل بريء لا يعرف حقيقتكم. اوكي حقيقته واضحة له سنين برايم فيديو عشان بيطلع على تطلع. الشاشة. برايم ما بعرف اكتبوا اسمه نصيب ما بعرف. هلا نزلت على يوتيوب. نعم أمتين والله الشاشه ميدو حنبث ميدو بعد هالحلقه، حسب اللي عم ما حسب متحمس لميدو خليكم، ضل يضحك. او تعوا بعد ساعه اكشلي. طيب يا شباب، يعني كثير انبسطنا فيكم، تفضلوا. احنا كمان انا بروح لا الأمنيات قاعدين. تفضلوا يا شباب، تفضلوا قدامي لشوف. كون تعرفوا على حبيتها لهالسجاده. بس رح طلع عليكم قريبا. بس في ايتمز حلوه للتكسير، يعني فازات جديده، قصص للتكسير مرتبه صراحه، يعني في بوتنشل. القصص اللي على الحيط. على الصبايا شباب، اكيد امتى روحوا هلا بعدين. ولا كثير أسئلة بالوقت المناسب. تفضل. عم ننتظر باي. نعم. هلا فاطمه. بس نحن محمسين، عليك هون مغمر شوي. صح؟ ما بدكم تتعرفوا على الصبايا؟ لا بدنا لا بدنا. طب هلا فلوا الشباب قبل ما نتعرف على الصبايا لنكون شو عارفين اللي معنا يعني واللي ايه شو بيقولوا؟ ما اللي كنت عليك. شاطرة بالأمثال هنسيت لكم ما إياها. بعرف اللي ليكي واللي عليكي. ايوه نحن هي نختار الصبايا من غير ما يشوفوهم، هي من غير ما تعرف ابني. بلشنا. كله حتعرفي. كله فترة. انت اختاري اعملي اللي عليك. لازم هي تعرف لي انا اخترتها. هلا بنشوف لف الكام. هلا اي بنشوف. كانت بس الرابط قبل- عندي حاطه لتحضر قبل ما الحلقه، يوصلوا وفي كام الصبايا هونيك لعنا كمان نتعرف عليهم وحده ورا الثانيه. موجود. نحن ديان عرفنا موجود على اليوتيوب. انه الصفة اللي بتحبوها تكون موجودة. شو الخط ايه ده يا ميدو؟ الصفة اللي إذا عرفتوها بهيدي الصبية ولا ممكن ترضوا إنها تكون نصيب ابنكم. شو الخط الأحمر بالنسبة لإلكم؟ ان هي تبقى مستهترة، ما بيشغلهاش حاجة، اوه ده صفة مش حلوة. وإذا كانت حلو. موجودة بالصبية اللي ابنك حبيبها جوابك كويس. بتقولي له لا يعني لا. عشان لو هي عندها استهتار في كل حاجة مش هتحافظ عليه ومش هيبقوا كويسين سوا. يعني بتحبيه بتقولي له لا يعني لا وعاء. هقول له ده موجود فيها وهسيبه هو يفكر برضه. ولو قال لك بدي إياها بس هو يتحمل نتيجة هو بقى يشيل أنا المسؤولية. بالنسبه لي انا ضربة ايده ما بتحملها انا. يعني هو بده يتحمل لانه هو هو بده ما- يتحمل. طيب هي آلة الاستهتار، أنت شو بتقولي؟ انا ضربة ايده. انا يعني هو لما يعني يشوف ضربة إيده. اذا عجبته تصرفاتها ولا ما عجبتوش، انا ما بيخصني، هي ضربة ايده مشان يعني عظيم. بس انت شو الخط الاحمر بالنسبه لإلك؟ يعني صفه ولا ممكن انا تتحب؟ ما بحب إذا بتضرب مثلاً. صوتها عالي. ايه اوكي. البنت اللي بتصرخ مثلا ايه انه هيك. ما بتجرس. بحب صوتها عالي. الاستهتار انت ما بتحبيه؟ ما نحبش وحدة لعبية تلعب عليه، لعبجيه. لعبتية كيف كده بتعرفيها؟ لسه تبان. منا صريحه. تبان تبان. تبان. اوقات من العيون اوقات في ناس تعرفيها من شكلها من غير ما تتكلم. ايه صح. ايش يعني ضربة ايده في ناس اسماعيل؟ تمشي ما فهمت أنا هاي. بصي اللي بالجزائري لما نقول انه وحده ضربت ايده شو يعني؟ اكيد هينفعل بقى غصب عنه والوش الاصلي باين. بعدين اذا ما اكتشفتها بتكون ما اكتشفتها، بس هي عم تحكي اذا اكتشفتها. اذا اكتشفتها ما بتحبي. انا مثل انا ما تكون ملعبجية تلعب عليه. اوكي، لكن ان شاء الله الصبايا اللي معنا ما يكون فيهم هول الصفات إن شاء ابدا. الله، إن شاء الله. ان شاء الله ما يكون فيهم هالصفات. محمسين لتتعرفوا على الصبايا؟ اكيد كثير. اكيد احلى فقره عرفونا على الصبايا. اكيد بدي اشوف اولاد عارفه بقى جدا. انا ام لثلاث اولاد، ايه. ما عندي خلي لك اياهم. ولا حدا مجوز منهم؟ ولا حدا متجوز منهم. عندي طب مين أكبر. الكبير؟ عندي واحد اكبر من ايهاب
في اكبر من في كده أكبر. بس بعد ما تشوف محمد ما بيصير يعني في الكاميرا. عبالك تشوفي. يعني لا بتبند، أكيد. جربت قبل وتبندت اكثر من مره. نعم اليوم خط أكيد. احمر، حمسة كتير. بس حاطط الرابط بالبايو او احضروه على يوتيوب يعني. عندي عزه بنت واحده ومتجوزه. يعني عندها اولاد؟ لا لسه ما خلفتش. يلا ان شاء الله برنامج قريبا اسمه ان شاء الله. تفرحي لها. فانت عبالك هيك تكبري العيله ويكون في اولاد طبعا طيب الدفتر بعده فاضي ما في شيء. دايما الحفيد بيبقى ساعات اغلى من ابوه او من امه. طيب طمنينا ماشي حالك مع صهرك؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. دخلت ريتا بامورهم الخاصه. يعني انا قلت بركي من بعد الحمد لله بتقولي شيء. بصي اللي عايز بيته يمشي كويس انا بحبه طبعا هو بيحبني. وساعات بيبقى بس. حاجات بس بعديها عشان البيت يمشي يعني الحياه تستمر. اني قاعدين بعاد عنك ولا حدي؟ سيري لا معايا. بنتك مجوزه وقاعده معك؟ او بالبيت انت يعني قاعده معك؟ بالبيت. لا هي باستمرار عندي اكتر الاوقات لان جوزها ساعات في شغله بيسهر بتيجي تقعد عندي يوم اتنين وهو بيجي عندي. فانت بتشوفي اوقات شغلات وبتعديها. طب هيدا لانه جوز البنت. لهلا رايقه الحلقه ما فيها شيء، عم نشوف مين هن الامهات وارد تحديدا. الصبي اذا شفتي شيء بتعديه؟ يعني ممكن اعدي مشاكل عشان خاطر ابني نفسيته ما تتعبش. اكيد عشان انا بحبه مش عايزه اضايقه. اوكي. واقعد معاها اكلمها واقول لها انت كده غلط. قبلت مني الكلام زي والدتها قبلت، ما قبلتش مش هقول لها تاني. عطيات اكثر وحده فايته بالجو بين الامهات. هم حرين صبر. بحس نورا لا بتقلها وبتكتر. بص احنا عندنا في مصر بنعامل مرات الابن زي بنتنا. احسن وساعات أحسن. ممكن مرات الابن كمان تبقى احسن من بنتك. أحسن حنينه من عليكي. زعقي لبنتك احسن من تزعقي بتعيشي مع مرت ابنك اكثر ما تعيشي مع بنتك. انت خلص زوجتيها راحت على بيتها، بس بنت مرت ابنك بتضل عايشه معك. ايوه لازم تحتويها وتكلميها مره واثنين وثلاثه. لقيتيها بقى هي مش راضيه تفهم يبقى الله يسهل لها بقى هي حره. هون اذا بعض بس اذا عايشين مع بعضكم هون كارثه. يعني احنا بس اذا اكتر كل واحد هويدا امه لوائل هيك شوي مستحيه حاسسها ان شاء الله لما يتجوز بعد ما ما تعودت. بحبش ان هو يبقى معاه في بيت واحد. يبقى البيت مستقر بيه. يجي لي زياره اروح له زياره. بضل هيك الحب والاحترام بيناتهم. خلص بدها تريح راسها. ايوه لا مش بريح، لو كل ما نبقى بعيد مش هيبقى فيه مشاكل. مش هشوف. على فكره البث حيكون موجود على فايب بعد الحلقه، يعني اللي ما حضر الحلقه في يحضرها من فايب كمان. هي بقى تروح بعدين مش ضروري اليوم حتى يعني. حصل الكلام بتاع اقدر اصلح منه اصلح، مش قادره ماليش دعوه. حتقدر تشوفوا كل الحلقات موجودين هناك كمان. انت مو معايا في نفس البيت شويه بعد البث على طول. نفس البنايه ما يكون بعيد. ما يكون بعيد. طيب موجودة بيوتيوب أصلاً يعني اللي بده يحضر. عايشين لوحدهم نفسي. ما يكون تشوفوا اولادهم. انا بس هيك عم بتسلى معكم. وما يكونوا بغير بلد مثلا كل قد ايه تشوفيه. هيك شيء بحب نشوفه شو صار؟ يكون عنده هلا اولاد. ايهاب بده يحب يعيش في تونس، هو يحب يعيش في القاعة اللي نسكن فيها يحب يعيش في تونس. ايه بتروح هيك معه؟ تنقلي تعيشي ما يا معه مرة لما نونو تتجوزي؟ قصيرة، لا، ايه بتساعديه مش غلط. زوجته طول مش عيب يعني. تربية اولاده. هو واخواته وزوجي. شو عندك غير اولاد؟ عندي اثنين. الاثنين الصبيان. وعندي حماتي معي كمان. لا حتكون الحلقة موجودة هون على فايب. اللي عايشة معي. الحلقات كلها حتكون موجودة اكشلي بعدين. مثل I hope. يمكن امي نجم نصيح عليها ولا يمكن نتغشش. اما هي ما نقدرش. ترجع هي ما نقدرش. بلكي ما بتقدري لانه جوزك. لا انا ما نجمش هكاك، ما نجمش نهينها ولا نقول لها كلمه مش باهيه. ما نجمش. وجيراني كلها يعني شاهده علي. لازم ما نجمش حتى لو حاجه ما تعجبنيش فيها نخليها في قلبي. ممكن ما نجمش نوجعها جمله. حلو. لازم يكون احترام. لا انا لو شفت حاجه ما لي قلب انتقد الاميات بعدين. اقول ايه بس مش دايما القول بيتقبل يعني. صحيح. في ناس لو هي- بتتقبل الحكي وفي ناس ما هي بقى البنت لو مش قابله كلامي انا احس طبعا ان هي مش قابله كلامي مش هتكلم معاها تاني. لانه هي في البنات في امها. ايوه. وفي بنات بتاخد الحما زي الام تبقى حنينه عليها. حماتي كويسة 23 سنه عايشه معي.
23 سنة. انا قعدت مع حالاتي اكتر. كيف الصبيان قدروا يقنعوا امياتهم انه يشاركوا بالبرنامج؟ مسكينة صح؟ ما بتقدر تعمل شيء. الله يشفيك. أنا بحضر لها كل شيء. ولو في حب بقى وحنيه بينهم العيشه هتبقى كويسه طبعا. طيب عشان الحلقة نازلين ايه يا جماعة عارفين بموجودة باليوتيوب. افتح يا سمسم ثانك يو. واو بسم الله بس. واو واو حبيت الميوزك شوي تغيير، هلا شوي هي مزعجة بس خلينا هلا لانه حكينا عنهم كثير بالغائب، نجيبهم بقى. خلينا بالحاضر نجيبهم. نتعرف على الصبايا. حاضرين؟ حاضرين. يلا ايوه بقى كده. رح نستقبل شيماء من المغرب. شيماء اوكي هلا بلش ناخذ ملاحظات. شيماء هاي معكم شيماء موديل؟ 30 سنة من المغرب. الفرصة بتيجي مرة واحدة بالحياة، والفرصة هي أنا اللي بستغلها رح أقول مرة. هاي باي. جيت شيماء. شو هالميوزك هاي؟ بعدنا عم نمدح الميوزك. اهلا هلو. اهلا وسهلا فيكي. أهلا. باسمي ونصيب Thank you. العروس والحما. حما هاي مرحبا. اغاني علاء الدين بالضبط، هذا اللي خطر على بالي. معكم شيماء من المغرب، عمري 30 سنة، بشتغل بمنظمة حفلات وودل بلانر وموديل. وهيك. قولي موديل. وين عايشة شيماء؟ عايشة بإسطنبول صار لي 9 سنين. أنا موديل؟ عايشة Wait, هون what? باسطنبول. شي غلط. قديمة بإسطنبول، بس بروح وبيجي على المغرب. كنت نسيت، أكيد نسيت تقول. اسمي ونصيب. أكيد نسيت. حمستي تتعرفي على الشباب أول ولا تتعرفي على أمياتهم أول؟ يعني الاثنين. هيك وهيك الاثنين. طلعي هيك. كل دول يوتيوب شرفنا فيكي. موجود الرابط أو احضروا يوتيوب. شوي ستريس بس رح نتعود مع بعض. أكيد. ما بدكم تسألوها شيء؟ والله نقعد بقى مع بعض عندك بلشت تعطيات. اهلا. أهلا. وعندك نورة من مخدومة الجمال. عطيات. اوكي خوا بلد وعندك سعاد بنت متوترة حرام عم تتحرك كثير. جزائرية. ايه خلص احنا رح نكون نفس المغرب العربي. شوف. لا صدق إذا بسمع لهالكلمة شرفنا فيكي. ما في مغرب ومدري شو عربي. It's gonna be a new experience. كلكم عرب. تكون، تجربة. جاي مستعدة للأحزاب. وات ذا هيل. كمان انا تحمست اكثر لاجي على قسم نصيب العروس والحمل، لانه بحس هيك يعني انا بس رح اكون مع مش الام. معقول أول كلمة طلعت من سنة إيه نحن حنكون مغرب عربي. قولي باي باي وهيك، بس يعني قلت لها رح اروح حدا ايمات لا ثاني رح رايح قالت لها رح روح لاقي أم جديدة. You talking to me? هي تقبلت الكلام. لا اكيد ماما بتحبني كثير يعني I'm the only انا بس بنتها الوحيده والصغيره يعني. لا بس عندي اخي اكبر مني بس انا صغنونه يعني. بنت وحيدة يعني دلوعة أمها. لا هيدي شو؟ وبايا بدنا ناخذها بعين وأخوها. دلوعة الكل. اوكي وي جيت ات شيماء. والله انا كمان يعني انا بسوي شفنا عطيات عندها رأي لازم نسمع. واحنا كمان نبقى امهاتك وندلعك وكل حاجه حلوه. طيوبة عطيات طيوبة. انا هلا لما كنت جاي كنت ستريس، بس هلا لما شفتكم ارتحت شوي والله. حرام متوترة شيماء. يعني لما بطلع مع امي شيماء كيكي هي اللي قالت. عندي دائما يعني هيك انرجي كثير حلوه مع الناس اللي اكبر. لا طيوبة شيماء حرام يعني بعد ما شفنا شيء منها للمخلوقات. تمام يعني لهون ماشي حالنا الأمور تمام. تمام. ارتاحي شوي لنستقبل بقية الصبايا. فيكم تحضروا على فكرة يوتيوب وتخلوا البث هيك على جنب أو ابتسام من سكروني نهائيا عادي كمان. أو تشوفوا الرابط. سوري احنا هيك ادبنا يعني. والله برافو لا محترمة شيماء. لفتة حلوة منك برافو. عم تبوسهم حماوي حماية. عجبتك.
هلا بانتظار ابتسام، نشوف ابتسام من المغرب. خير النوم حلو. سولفوا مع بعض. مين هاي؟ هاي أنا ابتسام من المغرب، عمري 25 ابتسام. سنة، بشتغل في المحاسبة والموديلين. موديل اوف كورس موديلين. عشان أدور على رجال حقيقي، وإن شاء الله رح ألاقيه، ما رح أطلع بدون رجال هون. هيدي كمان حتكون من جامعة المغرب العربي. ابتسام نحن بانتظار. اوف شكله جدا مختلف. بسم الله ما شاء الله. هاي كيفكم؟ نحن منيح. ذكرتني للحظة بماجي بغصن، للحظة هيك، للحظة صغيرة. منورين ما شاء الله عليكم. أنا مش موديل، ما شاركت بعد. ابتسام عارفة عن حالي؟ أنا ابتسام من المغرب، عمري 25 سنة. أوريكم كلهم. عندي بكالوريوس محاسبة، اشتغلت في نفس المجال وبشتغل كمان في الموديلين. موديلين. كنت عايشة بالسعودية وهلا في المغرب. اوه عايشة بالسعودية وهلا بالمغرب. يعني جاي من المغرب. كيف المغرب؟ كثير حلوة. ثانك يو حلوة جيجي. بأهلا. صح. اوكي ليكي. حبكم. لكن والله أنا مبسوطة. محمسة. عم تذكرني بماجي بغصن بس ما بتشبهها. عنا من سوريا، عنا من مصر، عنا من الجزائر. ايه لا بقلها ستايل اكشلي. بكره رح يكون عنا من لبنان. معك حق. ما شاء هلا الله. عندكم وقت تتعرفوا على بعضكم قبل ما تتعرفوا كمان على الشباب. خلينا نروح كمان لمشتركة جديدة. تفضلي مايا من السعودية. اوه اتس مايا از. هاي اتس مايا من السعودية، عمري 32 سنة، ومقولتي في الحياة دائما العيون بوابة الروح. اوه لازم تمشوا على المقولة هذه دائما بحياتكم وما تنسوها جاي أبداً. محضرة حالها، برافو صراحة برافو. فترة مراقبة. يلا تطبيل يعني شوي ما بأثر. في مرحلة بنتنا. تبادل بنت النظرات. المشرق. يا أهلا وسهلا بمايا. لا شطورة لهلا مايا يعني عاملة الهوم ورك تبعها. تفضلي. ايوه الحلقة الأولى جيجي. لك الأميات هيدي مين هيدي؟ نورة طلعت فيها هيك. حكينا عن حالي. اسمي مايا، عمري 32 سنة، من السعودية، وبشتغل كإنفلونسر. ما شاء الله. من الآخر انفلونسر، ما قالت موديلينج الحمد لله. بجدة. من جدة. قريبة من مكة. أنا من سكان مكة. ايوه من سجن من سوريا مكة. وسكان حبيبتي. طالعة بنتها لريتها. عندك هيك شي سؤال للأمنيات ولا أنتوا عندكم شي سؤال لمايا؟ ايه صغنونة ما ببين عليها عمرها. أيوة. هي عامله على حسابنا انه احنا هيك يعني لسه جداد هيك. ايوه لسه ما عرفناش بعض. ايه طبيعي تعرف يعني. ايه عطيات مهضومة. صح. لك عطيات هيك. لأنه حيكون عندكم الوقت الكافي لتتعرفوا وتسألوا وتستجوبوا. ان شاء الله. بنروح لشركة ثانك يو جديدة. كيتي. أنا عم خليهم يكونوا ورا بعض وشو مشان نزيد الحماس، مش هيك بدي؟ السؤال ايه بدنا. تكرم عيني. مرام من موجود على يوتيوب، موجود بالرابط عندي البث المباشر بالبايو. وهون بس هيك كرمال حضرتكم. هاي فوتوا أنا بالجو. اسمي مرام، أنا عمري مرام. 21 سنة، من سوريا من الشام. صحيح إنه أنا أصغر وحدة بالفيلا، بس أنا قد الكل. وباي أنا بدرس سينما تي في سنة أخيرة بالجامعة. برافو. منا موديل بس بالمجال. عندنا من السعودية، من المغرب، من سوريا. زغطورة. هاي مرام. يا أهلا وسهلا. تفضلي من هون. عطيات. تفضلي لحد نورة كتير هيك. هاي كول جيد فريش. حرام لك قدام مستحية. لا حرام. أنا مرام من سوريا، عمري 21 سنة. مستحية. بدرس سينما تي في سنة أخيرة بالجامعة. وعايشة بقلب سوريا؟ لا أنا عايشة باسطنبول. أنت عايشة بدرس باسطنبول يعني. أوكي. أهلا وسهلا فيك. ايه عطيات بتصيد. إن شاء الله. لأنه من سوريا؟ نورة ولدها مصري. آه. لا نورة اللي
من الجزائر. ركن الدين. الولد جزائري. هلا انا على خليل الشام. بيت الزعزع. لا مش الرابع، مش الرابع، لا ما تقولي. حرام. ما توقعت مرام تكون هالقد بريئة وزغتورة. ولا الثاني، أول مفرق على اليمين، بتضلك رايح. مستحية على الآخر. بعدين. إيه ليك عطيات. بدنا قلنا بدنا نقعد بقى. سعاد. عجبتها العطيات اي ثينك لمرام. خلص سعاد، خلص سعاد هيك من الأول. المهم الشام. شام. لا هي سعاد مش نورة، سوري انا عم بحكي عن سعاد اللي عم تطلع هيك. شو اللي خليك تجي لعنا على البلد؟ سعاد اللي من تونس هي وإيهاب. حظي برات خليني جنبهم هون. ايه بس هون إذا قنعت الشاب بدك تقنعي أمه. قادرة؟ يا عبي انا هذا عندها استعداد. لاحظتوا؟ قادرة ومكترة، واثقة من نفسها. كلكم واثقة من نفسكم؟ اكيد لانه الام لازم تكون مقتنعه هي الاولى يعني عشان برأيكم التعب أكثر رح يكون على رأي الأمهات ولا الشباب؟ اكيد الامهات. المشتركين هالموسم غير المشتركين اللي بيجيبون عادة، كثير مختلفين. هلا مش كلهم بس انه كشخصيات مختلفين جدا عن العادة. عندهم يعني هذاك احنا هلا شباب هلا كلنا على السوشيال ميديا كل شيء صار عندنا على السريع، بس الامهات لساتهم شوي على الموضة القديمة يعني، وهي الموضة القديمة احنا افتقدناها بهاي مش قديمة هي نفسها الحاجه القديمه. انا بدي حاجه قديمه لانه احنا عطيات اتش ار اسمعي ما بتطولش العلاقات الجديده ما القديمه ما هي موجوده الهان. ايه لا صبايا اذا ما لحقتوها على شيء ما هتاكل الجو. انا هيك يعني عم بشوف الحياه ما بتطولش، دغري ضربت على الوتر وعرفت كيف شيء ما بدك تروقي شوي بعدك فايتي كمان. الكبير عنك بسنه يعرف حاجات كتير. اكيد احنا كمان بنقول اللي كبر منك بليلة حيله يعني، وانتوا هنا بناتنا يعني زي اولادنا بالظبط. نقول لي اكبر منك بيوم افهم منك بسنه. لا يا حبيبتي انا يعني فاهماها. لا هي فهمت قصدي اللي انا بدي افهم. ايوه انا فهمت. تفضلي ارتاحي وهلا بدنا نستنى. مرام ما سمعنا صوتها كتكوت هيك لحاله. وين قولكم؟ من وين بدكم؟ اي بلد جايه. بدك من الجزائر؟ بلد عربي. ايه اوه آية من صح. ما تقوليها نورة. بدك ولا ما بدك؟ انت شو بدك بتصير؟ آية حسيتها شخصية صراحة. آية من الجزائر، شو انا معقولة زعلك؟ جابت لك طلبك اهي. معقولة انا زعلك؟ بنت بلادي. سو هلا عندنا مغرب سعودية سوريا جزائر. 2 مشرق 3 مغرب من الصبايا. من الشباب عندنا 2 مشرق 3 مشرق 2 مغرب، بس المشرق في واحد منهم غايب ثاني لبنان. سو 2 باي 2 بالشباب 3 باي 2 هاي حلوة صبايا. معكم آية من مدينة الجزائر، عمري 22 سنة وبشتغل ماضي. رح تكتشفوا كثير اشياء بشخصيتي، يمكن ثقة وهدوء، هاي اكيد مو يمكن، بس يمكن كمان جنون وكثير مفاجآت. See you soon. طيوبي آية، حبيتها لآية. هاي اهلا وسهلا بآية. تفضلي. Thank you. أكثر وحدة هيك مبينة شخصية بيناتهم، نو اوفنس، يعني ما فينا نحكم هلا. ليك سعاد كيف عم تطلع؟ كيف أحوالكم؟ الحمد لله. الحمد لله. عارفين عن حالي؟ أنا آية من بلد الجزائر، عمري 23 سنة. عم بعمل تصفيات ايه كمان بشتغل يا الله. وبشتغل كمان في مجال السينما. حلو. وين عايشة؟ عايشة في الجزائر العاصمة، بس أنا أصلي من مدينة عنابة يعني من شرق الجزائر. بنت بلادي. اوكي. صح؟ بنت بلادي هيدي اللي نحن بنعرفها. لا بلاش دار. لا المدينة يا دولة. أنا قدام حرسكني. يعني قرب لبعض، كتير حلو يا. خبريها وين كنت ساكنة وهيك. وين السعودية موجودة مايا؟ اتس مايا تشيز. الشارع ورقم كل شيء. لا خلص اكتمل العدد لهلا، بس ناقص داني وامه بسبب اوضاع لبنان الزفت يلي كنا فيها بوقتها. كيف لقيتي؟ كانت الاوضاع عن جد زفت بوقتها. دخلت برجلك اليمين؟ والله ما بتذكر. يا لطيف. لا ما فينا من اول رابط بالبايو او احضر يوتيوب. انا توقعت
عم بحضروا على فايب. برجلكم اليمين. شوفوا الرابط رجلي اليمين. لازم نبث. او احضروا الحلقه على يوتيوب. بفايب في بث، في تعليقات لايف، فيكم تشوفوا كل شيء. ايجابيه. آية خايفه من هيك وجود الاميات معنا؟ لا والله مو خايفة، بالعكس أنا متحمسة، يعني هي كونسيبت جديد وفكرة جديدة وحبيت تكون يعني جزء من هاي الفكرة. مرتبه آية، اي لايك هير. حلو، اكيد ليش لا. وين حابه تقعدي؟ يمكن أمام. اوكي صار عندي شوي فكره عن كل صبيه. شيماء شوي من دفعه، ثانك يو سو ماتش. ابتسام ما بينت كثير، وهلا رح نستقبل مايا مجهزه حالها، مين؟ مرام كتكوته طيوبه، وآية شخصيه هيك من تونس. والله ثقيله عودة المغرب. او بعد في وحده مين؟ أنا ليليا من تونس، عمري ليليا. 27 سنة، نخدم في مجال المحاسبة، ميك اب ارتست وتوب موديل. طب اوف كورس. قسم نصيب، وإن شاء الله الاقي نصيبي هون. ميرسي. سمبل مش غلط، مقدمه نوت باد. اسألها بقى دخل برجلها اليمين ولا لا؟ إيه. اوه مع نظارات، تفضلي من هون. ستايل مختلف. بس لبق لها النظارات اكشلي، اعطيها هيك كاركتر اكثر. سهلا، تفضلي. هيدي ام مشاكل؟ شوفي لي هالصبايا. ما بدي احكم، ما بعرف انا شيء، والله ما بعرف شيء عن البرنامج. منيح. منيح. شايفين عن حالي؟ أنا ليليا من تونس، 27 سنة، بخدم بالمحاسبة، خبير تجميل وتوب موديل. ايوه خبير التجميل. ايش وقتها؟ يعني عندك كل هول وبما فيهم انا زبونه. شو قصدك مش حلوين يا ريتا؟ عايشة بتونس. وين بتونس؟ سوسة. بربك سوسة؟ لا مو بسوسة. ما خصك. صار في عنا 4 مغرب 2 مشرق، معركة خسرانة يا جماعة المشرق، معركة خسرانة. متشرف تونسية بنت بلادي. لا أنا اوف كورس بنت بلادي. بنروح بالدم بنت بلادي نفديكي في قسمة ونصيب. حماسك متى تحل المقاطع؟ لا بحل المقاطع بعد اللايف، ما تخافوا رح نزل مقاطع. بصراحة حبيت شيء. بس أول حلقة شوي حتكون غريبة، ما بعرف شو نزل بس البرنامج. علاش ليه؟ نشوف بالك نلاقي القسم نتاعي هون. برأيك مين أحلى بنت؟ كلهم حلوين والله. كل وحدة شخصيتها جدا مختلفة وشكل مختلف. بس كهيك كأول نظرة حسيت هيك آية شخصيتها بارزة، وحبيت الثقة يلي بمايا كمان. ومرام كيوت، وشيماء مهضومة، كلهم مهضومين والله. أنا ما بعلق يعني على الشكل، كلهم حلوين والله. تضحوا أو تغيروا بطباعكم لا ترضوا الحما. بالنسبة لي أنا مو 100%، لأنه صعب الواحد يغير شخصيته، بس أهم شيء المحاولة، يعني يحاول. أما إنه غير أوكي من عيوني المقاطع ما أقدر، بس أكيد رح يكونوا تنازلات مني وكمان تنازلات من الشاب يعني اللي رح يكون معه. في حدا ممكن يعني يكون عندكم هيك تضحيات او امور تزبطوها مشان ترضوا قبل الشاب، يمكن هو راضي بس هو مش راضي. والله بالنسبه لي انا نحس انه لازم تكون على طبيعتي، يعني مثل بنتها مثل امي. يعني بتصير يعني بتصير الام لا بدي ممكن يعني انا من الاول يعني مثلا ماما هيك شوية حساسية هيك مثلا ما بتحطي هي بس بعتبرها امي موجودة. الموضوع مش بالطول، في كثير ناس بتحب القصار، كثير ناس بتحب الطوال. لازم يعني الطول منه معيار، حسب كل واحد هو ذوقه. مش دايما، بس خلينا نعمل هولد لهيدا الموضوع مشان نستقبل اخر مشتركة معنا ونكمل نشوف. برأيكم من وين رح بتكون؟ لبنان. اوكي لبنان. سوريا. بعد في وحدة؟ لعمك تعال؟ سوريا. ما حدا كم صبية؟ 1 2 3 4 5 6. غلط. أنا؟ اثنيناتكم. ما في بعد. ديانا من العراق. بعد في ديانا نسيناها. لا إذا هيك فريق المشرق بصير في عنده حدا زيادة. 3 مشرق. هاي أنا ديانا من العراق، جايكم من ألمانيا، بشتغل بمجال إيفنت مانجمنت وعندي بيوتي صالون. بيوتي صالون. أوتي والحب والحنان موجودين بس مو لأي حدا. بيوتي سلام. أنا حششت هلا، أوبس ما لازم أقول هيك. أهلا وسهلا فيكم. تفضلي.
تفضلي ديانا لهون. هاي هاي اوه لا طيوبه حبيتها كيف؟ ديانا. شرح قلبي، قبض قلبي، وقف الخفتة. عن حالي. أنا ديانا من العراق، عايشة بألمانيا، يعني أنا وصغيرة عمري 5 سنين. أنا إيفنت مانجمنت وعندي صالون بيوتي صالون. يعطي سلام. 22 سنة. 22 سنة. أهلا وسهلا. ايه موجود الحين باليوتيوب. نعم أكيد عندك وقت الكافي تتعرفي على الصبايا مضبوط وتتعرفي على الأمهات. كم بنت؟ 1 2 3 4 5 6 7. بس انتم كيف؟ انا دارس بالسعوديه. ابتدائيه. فما كنا ندرس 3 مشرق 4 مغرب. الانجليزي بيبدا عندنا من الصف السابع اللي هو اول متوسط، المرحله المتوسطه. اوف تو ليت. اشياء بسيطه فما كان في اهتمام باللغه. يعني بحس انكم يعني اقرب للعربي اكثر من اللغات. هلا لا تغير الوضع الان بالنسبه للجيل الجديد، صار الانجليش اكيد حتى في تونس بعد في وحده مصريه؟ مين؟ بس صراحه هالشيء خلاني بالمدرسه بيعلموا الفرنسيه والانجليش في الابتدائي. احنا هيك هلا مو صار مثلا انا ما قريت انجلش وانا صغير. لا نحن في الابتدائي قريت الانجلش في المتوسط. انا ديكم ما شفتش واش انا باغي شنو نعمل باسكو انا في الجزائر قريت انجينيور اجيل ميكانيك، انجينيور ميكانيك ما مشكلش انا بالعربي، هندسه ميكانيكيه. بعدين قريت بفرنسا بسيكولوجيا علم النفس، نفس الكلام. اوكي يعطينا شو فهمت. بعدين هلا عم حد ماستر مدير تسويق وكوميونيكيشن. 4 شباب 7 بنات، يعني ريل لاين اللي قلب الوضع. وانت تسمى قريت حبرجة. ايوه يعني وانت رحت ارتاح يعني. نبي جلد انت قولي لي يا عفاف مين بدك تجلدي وانا بجلد لك اياه هلا. فيها اكتيفيتي في نسافر. اي ارتاح يعني هذه ارتاح لك. ارتاح ماديا ونفسيا منه. ما يكذبوش نفسيا عندك ضغط كثير يعني انت ايه في شاب لبناني حرام على الان بوسط الحرب في لبنان. بيبعثوا لك في اي وقت عندك تصوير لازم تحضر هيك شيء، لازم تحضر هيك شيء. والتصوير ومنصه التصوير ما اخذ لازم اعمل انسبيراسيون. يعني ما بيدخل في النفس، يعني مو نفس لك بالتعب يعني بدنيا مو نفسيا انت مرتاح. لا نفسيا بتعبك لانه عندك ضغط، لازم تخرج اشياء منا موجوده، انت لازم تبتكر اشياء منا موجوده. انا عندي مارك، عندي ارتيكل، عندي بايكس. انت تعمل ريسيرش، لازم انا نبينه بصوره ما انعملت من قبل. ثم لازم يكون في ابتكار، لازم يكون في كرياتيف ريسيرش. ليتس جو. خلاص خلصنا مقدمات. هيدي الجزيرة المعزولة. وانتو شباب بشغل شو الاجواء بشغل يعني صراحه انا بكون فريلانسر يعني بس مؤقت باليوتيوب حيكون على فكره. هيك فهمت يعني. عندي صراحه بعدين بس حتضطروا تصيروا بامازون ليشوفوا اذا الوضع بس بضل يوتيوب لفتره منيحه. مشاريع بسيطه ما بتعيش يعني اذا مش كل الفتره ما بتعيش ما بتخليك رورو الرابط هون ما في حد لانه تيك توك بتخلص علي. تعدد تسحب عليهم داخل الماديه. تعدد كل حلقه كل يوم لحبس على فايب. شوفوا الرابط كل يوم حبس كل يوم لنطفش منهم لنصير نسبهم واحد. مو هيك احنا بنحكي يعني مثلا موديلين، قلت لهم موديلين مو يعني مستقبل. ايه عم ذاكر مو شغل تبع المستقبل. هو اصلا اكسترا اشياء